السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة طبعا معانا فيديو جميل، بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير للفيديو ان شاء الله لو عجبكم. معايا مكونات العجينة بتاعت النهاردة، عبارة عن نص كوباية من اللبن، ربع كوباية من الزيت، معلقة كبيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية أو كيس من الخميرة الفورية وزنه 10 جرام. نزلت عليهم بنص كوباية من المية الدافية طبعا، وهبدأ أضيف نص كيلو من الدقيق، وهضيف المية بالتدريج لحد ما أوصل لقوام العجينة اللي أنا عايزاه. بعد ما وصلت لقوام العجينه اللي انتوا شايفينه ده هبدا اغطيها كده، دهنت وشها بشويه من الزيت، وهبدا اغطيها لمده ساعه لغايه ما تخمر. هركنها على جنب كده وهبدا اجهز الحشوه بتاعتي. طبعا هجهز 4 معالق من الكاتشب او 4 معالق من الصلصه، عليهم معلقه صغيره من الزعتر الجاف، نص معلقه صغيره من التوم البودر، وعليهم كمان معلقه صغيره من البابريكا. كده هركنهم على جنب لان دي الصلصه اللي هدهن بيها وش العجينه. حضرت الخضار، طبعا اي خضار موجود عندك في التلاجة، يعني مفيش اي مشاكل. ما تقوليش لا مفيش، لا طبعا كل حاجة بفضل ربنا طبعا ونعمه علينا موجودة. بأقل امكانيات وبأقل حاجة ممكن تعملي الحاجة اللي انت نفسك فيها. ربنا يا رب كده يفرحكم ويفك كرب كل مكروب يا رب العالمين، ويفرحكم بولادكم. طبعا كده قدامي العجينة اللي انا عملتها دي. طبعا قلت لكم ان انا عملت لي قطعتين من البيتزا حلوين قوي. لو انت طبعا عايزه تضاعفي الكميه، ضعف المقادير اللي انت شفتيها دلوقتي، وهتطلع معاك ان شاء الله نتيجه حلوه خالص. ربنا يحسن ان شاء الله ما بين ايديكم. كده طبعا طالما انا مريحه العجينه بتتفرد معايا بكل سهوله، فردتها بسمك 1 سنتي. انا عايزاها تكون رقيقه، ما عايزاهاش تكون تخينه. عملت لها فتحات كده بالشوكه عشان اوصل الصلصه اللي انا عاملاها دي لكل اجزاء العجينه زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ اضيف الخضار بتاعي الموجود. انا عندي طبعا البصل قطعته الحلقات ودبلته كده في معلقة زبدة، شرايح الفلفل الاخضر، شرايح الفلفل الحار لو انت عايزاها طبعا سبايسي شوية. لو انت مش حابة بلاش منه خالص، ما تضيفيهوش. وشرايح الطماطم والجبنة الموتزاريلا. طبعا انت حابه تضيفي اي اضافات من عندك تاني مفيش اي مشاكل، واي نوع جبنه انت بتحبيه. بس انا بفضل الجبنه الموتزاريلا في البيتزا طبعا، لانها ملكه البيتزا، فضروري ولابد منها. لو انت عايزه تضيفي اي نوع جبن حسب امكانياتك طبعا مفيش اي مشاكل. بأقل حاجة يا ست الكل هتعملي طبعا حاجة حلوة لولادك تسعديهم وتفرحيهم بيها. يلا كده بسرعة، عايزاكي تتنشطي شوية نشاط، تقومي تعملي بيتزاية حلوة جميلة لولادك كده على بال ما يجوا من المدرسة. هتنفع معاكي في سحور رمضان، وهتنفع معاكي كمان في الفطار لو انتي عايزة تضيفي لها اي لحوم طبعا، وامكانياتك تسمح ان انتي تضيفي اي لحوم عادي جدا مفيش اي مشاكل. ممكن تعمليها بلانشون، ممكن تعمليها بسجق. النكهات والطعم اللي انتي بتفضليه. على درجة حرارة 180 درجة. دخلتها في الفرن ما خدتش اكتر من ربع ساعة، 15 دقيقة بالظبط، وكانت جاهزة معايا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ كده بسهولة اشيلها من الصينية. طبعا طالما انتي دهنة الصينية مادة دهنية كويس قوي، عمرها ما هتلزق معاكي وهتطلع معاكي بكل بساطة. شايفين يا جماعة الجمال والشكل عامل ازاي، والطعم ما اقولكمش، وريحتها كانت جميلة جدا جدا جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم. فرحوني بكومنت جميل، فرحوني بلايك جميل منكم. حبايبي واخواتي في كل الدول العربية،
وفي مصر عامة طبعا. بحبكم في الله جدا. حاولوا تدعموني وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايك للفيديو عشان كلنا نستفاد، وبأقل حاجة نفرح ولادنا ونملى بيوتنا بالخير. زي ما انتوا شايفين كده انا قسمتها ل 12 قطعة متساوية. لو انت طبعا عايزة تقسميها لعدد قطع اقل طبعا ممكن عادي، مفيش مشاكل. شايفين الجمال والحلاوة عاملة ازاي؟ جميلة جدا وطعمها جميل جدا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. يلا لو انتوا معايا لغاية دلوقتي يلا حط اللايك الجميل يا ست الكل، ودعميني كده وشجعيني عشان اعمل لكم وصفات جميلة جدا الفترة اللي جاية، ونكون مع بعض طول شهر رمضان. ربنا يا رب يبلغنا رمضان واحنا في احسن صحة واحسن حال. شايفين يا جماعة حلاوتها وجمالها؟ يعني طبعا الفرن بتاعتها هادية جدا، صدقيني مش هتاخد اكتر من 15 دقيقة معاكي في الفرن وهتكون جاهزة على طول. طبعا ادي ميزة الجبنة الموتزاريلا في البيتزا، بتديها شكل جميل جدا. وادي كمان القطعة التانية، شايفين الحلاوة والجمال؟ يعني انا بنص كيلو دقيق وبأقل مكونات عندي عملت قطعتين من البيتزا جمال جدا للغدا او للعشاء، لفطار او سحور رمضان. ان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم وتطلعوا كل حاجة من تحت ايديكم جميلة ولذيذة جدا. يلا كده عايزة اعرف منكم في الكومنتات مين اللي جرب البيتزا دي وعجبته. يلا كده اكتبولي في الكومنتات